مش كل الصهاينة بشر، الطبيعة كمان فيها منهم بأشكال تانية. الطبيعة مليانة فصائل مستبدة ومؤذية وبتيجي على الضعيف وبتغدر. تعالوا نشوف مين هم أشهر 4 صهاينة في الطبيعة. أول واحد هو فاير فلايز أو اليرعات. حشرة شكلها جميل والذكور بتقدر تنور وتطفي عشان تجذب الأنثى، بس في ذكور تانية بتيجي بمنتهى البواخة تبوظ عليها المصلحة وبينوروا قدامهم ويخطفوا الأنثى هم. حاجة كده في منتهى الصهيونية الصراحة. تاني واحد في الليستة هو دبور الزمرد، وتسمى كده عشان شكله الجميل ولونه اللي شبه الزمرد، بس أخلاقه أبعد ما يكون عن شكله. الدبور ده بيعيش في غابات السافانا في أفريقيا، وبيمارس واحدة من أحقر التصرفات اللي ممكن تشوفها في الطبيعة. بيطارد الصرصار ويخدره ويستعبده. الدبور عنده سم بيحقنه في الصرصار، بس مش بيموته. السم ده بيشل حركة الصرصار عشان ما يعرفش يهرب، وبعدين بيسحبه ويدخله جوه المخبأ بتاعه، ويسيب البيضة بتاعته على جسم الصرصار، ويقفل المخبأ عليه بحتت خشب وحجارة ويمشي. الفكرة انه يسيب الصرصار عايش لأطول فترة ممكنة، بس محبوس غصب عنه عشان أعضاء الصرصار تفضل طازة، ولما البيضة تفقس ذرية الدبور تلاقي أكل طازة مستنيها، ولما تكبر تحفر وتطلع من قبر الصرصار واكلة وشبعانة. الصهيوني التالت صغير شوية مش متشاف، بس شره ملوش حدود. الفيروسات مش بس بتهاجم جسم الكائن المضيف وتسبب هلاكه في النهاية، دول بيسيطروا على المضيف وبيغيروا سلوكه وبياخدوه وسيلة عشان يستعمروا أجسام مضيفين تانيين. ده كلب مسكين حظه وحش، معملش أي حاجة غلط، بس بالصدفة وقع في سكة خفاش مسعور جاب له فيروس الريبيز أو اللي بنسميه مرض الكلب. الفيروس بيدخل جوه جسم الكلب ويروح على المخ على طول، للجهاز الطرفي بالتحديد اللي بيتحكم في الغضب. فيروس مرض الكلب بيحول الكلب من حيوان أليف مش مؤذي لحيوان مفترس مش خايف من أي حاجة. بعد الفيروس ما سيطر على الجهاز الطرفي في مخ الكلب، عايز ينتشر بقى، فجزء من الفيروسات بيروح على آلات تصنيع اللعاب في زور الكلب، ومهمتهم يزودوا إفراز اللعاب عشان يخرج لعاب أكتر مليان فيروسات عشان تتنقل لهدف تاني. فيروسات استعمارية حقيرة زي ناس كده. الرابع معانا هتستغرب انه في لستة الصهاينة لانه من الحيوانات الكيوت اللي الناس بتحبها. الدولفين من الحيوانات الذكية واللطيفة، بس المفاجأة ان ليها وش تاني مستخبي. الدلافين اترصدت كتير وهي بتهاجم اطفال اسماك تانية مش ضمن السلسلة الغذائية بتاعتها، ولا حتى بيشكلوا خطر عليها، بتقتلهم للمتعة بس. تصرفات ما يعملهاش غير اللي انت عارفه، بس في النهاية دي حيوانات بتتحرك بغرائزها، فما ينفعش نصنف الحيوانات على أساس الخير والشر حتى لو ليها تصرفات عنيفة. مفيش قانون ولا أخلاق بتحكم العالم بتاعهم، بس العالم بتاعنا احنا بيحكموا قوانين وأخلاق، وصهاينة العالم بتاعنا تعدوا على كل القوانين والأخلاق. فمفيش حاجة اسمها حيوانات صهاينة، في حاجة اسمها صهاينة حيوانات.